رعاية عبد المطلب. ذهل الشيخ عبد المطلب عن الدنيا كلها، اسود العالم في وجهه، فصار يركض مفجوعا وقلبه يسأل ملهوفا: أين حفيدي محمد؟ عبد المطلب يسأل من حوله: هل رأوا محمدا؟ هل مر بهم طيفه الحبيب؟ وكأن خوفه على حفيده يذكره بتأخر أبيه عبد الله عندما عادت القافلة ولم يعد عبد الله. ترى هل سيرحل محمد عليه السلام بعيدا عن عبد المطلب كما رحل والده الشاب؟ ترك الشيخ مهامه، ترك كل شيء وهرول إلى الملاذ الأول والأخير، هرول نحو بيت الله. ولما توقفت قدماه أمام الكعبة تلاشت الأصنام وعاد التوحيد مرة أخرى، فتوجه لله الواحد الأحد وقال شعرا يناجي ربه: يا رب رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. كان أحد الحجاج ينظر إليه مستغربا لهفته، فقال لمن حوله: من هذا؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم، ذهبت إبل له فأرسل ابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، وقد احتبس عليه. ثم ما برح حتى جاء محمد وجاء بالإبل، فقال عبد المطلب لمحمد: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا، لا تفارقني أبدا. لكن البشر يرحلون، وقد حان موعد رحيل هذا الشيخ الطاعن، وها هو محمد عليه السلام خلف سرير جده يبكي، يبكيه كما بكى آمنة. هذا الفتى الحزين يفقد أحبته الذين يعيشون في قلبه، فيشعر بالحسرة عليهم وهو في سنوات المراهقة الصعبة التي يحتاج فيها لهم. ويشعر عمه أبو طالب بالرحمة لهذا الفتى المفجوع، ويرق لحاله، فيرعاه كأنه من أبنائه، ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب حنانا. فكان يرافقه في مجالس مكة وطرقاتها، بل وفي بعض الرحلات. وفي إحدى تلك الرحلات مرت قافلتهم ببلدة صغيرة فيها معبد خارج البلدة يسكنه قس نصراني يقال له بحيرا. كان القس من بقايا النصارى الموحدين لله، وكان لا يختلط بالمسافرين ولا يكلمهم، لكنه رأى شيئا أثار فضوله في تلك القافلة. في يوم من أيام طفولته عليه السلام حملته أمه معها نحو أخواله بني النجار في مدينة شمال مكة تسمى يثرب، واسمها اليوم المدينة، حيث بقي محمد عليه السلام فترة من الزمن يلهو ويلعب مع أطفال يثرب وفي دروبها وبين نخيلها.
وهو لا يدري أنه سيعود يوما إليها ليغير اسمها ويقيم عليها دولة جميلة. في ذلك الوقت كان اليهود منتشرين في طرقات يثرب وأسواقها، جاءوا لمدينة يثرب ينتظرون نبيا سيهاجر إليها ويؤسس دولة عليها ويهزم أعداءه العرب انطلاقا منها، حيث يقول كتابهم إنه يهاجر من جبال فاران، أي من جبال مكة، نحو أرض ذات نخل.